بيجري الشرطي ورا الولد وبيحاول يمسكه علشان الولد ما دفعش أجرة القطار، وبيكون قدام الولد جسر وبيحاول يعدي منه، لكن البوابة بتنفتح ومش بيقدر يعدي، وبيقف الولد مكانه والشرطي بيضحك عليه وبيقول له هتروح فين، لكن الولد بيصدمه وبيقفز الناحية التانية وبيتشعلق في حافة السور وبيكون هيقع في المية، لكن الشرطي بيخاف عليه جدا وبيقول له حاول تتماسك لحد ما تيجي النجدة، وبيحرك الولد رجله وبيلاقي تحت منه أرض صلبة وبيبدأ يتحرك بالراحة لحد ما بيعدي الناحية التانية، والشرطي بيغضب جدا لأنه عرض حياته للخطر، وبيجلس الولد في مكان هادي وبيحس إنه حزين، وبيطلع على الرصيف وبيشاور لشاحنة وبتقف له، وبيفتح له السواق الباب وبيقول له تعالى أنا هوصلك المكان اللي أنت عايزه، وبتكون في إيد الولد إصابة والسواق بيقول له أوديك المستشفى وبيرفض، وبياخدوا صورة مع بعض لأن السواق ده أي حد بيركب معاه لازم يتصوروا مع بعض، وبينام الولد من التعب ولما بيصحى بيلاقي نفسه وصل المكان اللي هو عايزه، وبيكون الولد ده موهوب جدا ورايح يقدم اختراع.